إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في التغطية الإعلامية والتغطية لافتتاح جدارة الأقرع بمحرم بيه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وقال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ومن هذا المنطلق كان لنا هذه الزيارة إلى جزارة الأقرع في محرم بيه، وكان لنا لقاء مع صاحب الجزارة ونتعرف دلوقتي على الأسعار ونتعرف ليه هو فتح الجزارة دلوقتي وفي التوقيت ده بالذات، ونشوف منه ونسمع منه رأيه ورأي الناس المواطنين في الأسعار اللي موجودة هنا في السوق. أعزائي المشاهدين، متابعي برنامج صورة مصرية، صورتنا المصرية النهارده من داخل جزارة الأقرع في محرم بيه، وكان لنا أحد اللقاء مع أصحاب الجزارة والقائمين عليها. هتعرف حضرتك يا فندم؟ الشيف حمد أبو النصر. أهلا وسهلا فندم، كلمنا عن الجزارة وسبب اختياركم المكان وسبب اختياركم الجزارة النهارده. احنا بسبب اختيارنا المكان استخرنا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا المكان حلو ونشتغلوا فيه بالحلال بمليون الله، حاجه نظيفه، وربنا سبحانه وتعالى صاحب التوفيق وصاحب كل شيء. واختيارنا افتتاح محل الجزارة، احنا عندنا طموحات بفضل الله رب العالمين ان احنا نكمل في الحياه ونسعى في الحياه على اخر جهدنا، وان احنا نبذل كل الجهود ان احنا نكمل بشكل كويس. هدفكم ايه اللي انتم النهارده فتحتوا الجزاره النهارده وشايف الاقبال على الناس؟ بتقدموا لهم ايه او بتقدموا لهم خدمات ايه عشان خاطر الناس تيجي لكم هنا دون عن غيركم من الجزارين؟ هدفنا الحمد لله احنا ندي الزبون اسعار متوسطه ونديله في نفس الوقت جوده عاليه، لان الناس تعبانه اليومين دول قوي، الظروف مش يعني نفهم من كده حضراتكم بتكافحوا او بتحاربوا الغلاء واستغلال التجار. تمام احنا بنحارب الغلاء من ان احنا عايزين نبيع نشتغل وندي الناس حاجه حلوه وندي الناس لحمه كويسه، لحمه تستوي ولحمه حمراء، وفي نفس الوقت احنا طالبين من ربنا الستر والرضا. احنا طالبين من ربنا سبحانه وتعالى الناس تتبسط وتدعي لنا، والناس بنرحب بكل العملاء كل الزوار من داخل اسكندريه من بحري من كل مكان، كل العملاء على راسنا من فوق يجربوا اللحمه ويجربوا كل حاجه، واحنا موجودين في دريفري توصيل في اي وقت واي مكان وجوده عاليه، واحنا بنلتمس برضو لو في اي حاجه تعديل او في اي حاجه بالنسبه للجوده في اي حاجه مع الزبون، احنا تحت امر واسع. اعزائي المشاهدين، ده زي ما سمعتوا كده كان لقائنا واحد اصحاب المجازر في محرم بيه، وبندعوكم لزياره المكان جزاره محرم بيه او جزاره الأقرع في الرصافه، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن هنا بنشكره وبنقول له جزاك الله خيرا ان انت تقوم بمحدد الغلاء ومسانده الناس الغلابه والفقراء. أعزائي المشاهدين، وكان لنا أحد اللقاءات مع صاحب جزارة الأقرع. تعرف حضرتك يا فندم؟ الحاج عيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كلمنا بقى عن سبب افتتاح الجزارة النهارده وسبب الإقبال الشديد اللي جاي لك. يعني حضراتكم بتحاربوا الغلاء بان انتوا تفتحوا حاجه من مزارعكم عشان خاطر حجم الغلاء. الحمد لله. يعني كلمه تحب تقولها للناس عشان يجوا جزاره الأقرع؟ مفيش استغلال. احنا بنشكرك وربنا يجعله في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا وربنا يجعله في ميزان حسناتك. اعزائي المشاهدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس. ومن هذا المنطلق احنا بنشكر الحاج السلوم وربنا يبارك لك، وان شاء الله لنا لقاءات ثانيه مع احد المواطنين المترددين على جزاره الأقرع. فانتظرونا. مشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، ما زلنا مستمرين معكم في التغطية الإعلامية وافتتاح جزارة الأقرع في محرم بيه.
وكان لنا احد اللقاءات مع احد المواطنين المترددين على هذا المكان. تعرف حضرتك يا فندم؟ مصطفى عبد الحي. يا اهلا وسهلا. عايزين نعرف من حضرتك بقى سبب اختيارك المكان ده وليه جيت هنا؟ والله انا اساسا مولود في المنطقه دي تمام. واتخرجت من هنا خريج هندسه كيمياء. بل حضرتك انا متعود على عله الاطفال. قلت لي اجبسك دي من زمان قوي ان انا بشتري من عندهم اللحمه لان اللحمه انا عارف مصادرها منين. يعني عامل معاهم من عمري يعني الحاجه المضمونه والضمان. بالظبط كده. تمام. حضرتك دلوقتي كلمنا بقى عن الاسعار، هل الاسعار في متناول الجميع ولا اسعار غاليه بالنسبه اللي بره؟ لا الاسعار هنا انا شايفها في متناول الجميع. يعني كده فعلا الظروف اللي احنا فيها فعلا بيحاربوا غلاء الاسعار حقيقي. دي حقيقي فعلا. دي حقيقه انا مش يعني. طب تنصح الناس تنصح الناس بايه اللي هم ما جوش زاروا الجزاره او ما جوش الجزاره هنا؟ يجوا يجربوا بقى. طب تمام. احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس. اعزائي المشاهدين احنا بندعوكم برضو تجربوا وتشوفوا بنفسكم وتحكموا وتقولوا لنا رايكم ايه.